عايزين تاكلوا حاجة مزة جنب الأكل؟ اعملوا ليمون مخلل بأسهل طريقة زي بتاعة المحلات وأحلى. شايفين منظر الليمونة؟ هنجيب نص كيلو ليمون وننقيه واحدة واحدة عشان ما تكونش فيه واحدة بايظة، ونلاقيه لونه أصفر كده حلو. ونجيب حلة ونحط فيها الليمون ونملى نص الحلة مية ونحطها على النار مدة ربع ساعة لغاية لما الليمونة تستوي نص سوا. ونجهز حشوة الليمون. هنجيب طبق ونحط فيه معلقتين كبار حبة البركة ومعلقتين كبار عصفر ومعلقة كبيرة شطة، ونقلب كله مع بعضه. وبعد ما سيبنا الليمون ربع ساعة على النار واستوى نص تسوية، نصفيه من ميته ونرمي المية بتاعته لأن ميته ممررة، ونقطعه بالسكينة ونشيل أول حتة منه علشان نقدر ندخل فيه الحشوة، ونقعد نقطع كل ليمونة ونشيل منها أول حتة لغاية ما يخلص كل الليمون. وأسهل طريقة لتعقيم البرطمان، هنجيب برطمان مغسول ونحط فيه معلقة خل ونرجه بالغطا بتاعه عشان يبقى الغطا بتاعه متعقم. وبعد كده ندلق الخل منه ونبتدي نحشي كل ليمونة ونحطها في البرطمان واحدة ورا التانية. كل واحدة نحشيها بالحشوة، بحشوة العصفر وحبة البركة والشطة لغاية لما نملى البرطمان لغاية آخره، ونزنق الليمون فوق بعضه عشان ما يبقاش فيه هوا. ونجهز حلة على النار فيها 2.5 كوباية مية ونسيبها تغلي دقيقتين، ونسيبها على جنب لغاية لما تبرد. وأول ما تبرد نحط لكل كوباية مية معلقة كبيرة ملح ونقلبها كويس ونصبها على برطمان الليمون لغاية ما يتملي لغاية آخره، ونغطيه ونسيبه 5 أيام لغاية لما الليمونة تستوي. وكل ما نسيبه أكتر كل ما الليمونة تتهري وتبقى مزة وتبقى أحلى في الأكل. شايفين الليمون بعد ما استوى؟ نفتح البرطمان هنلاقي المية قلت شوية، ده عادي، الليمون شرب من الخلطة بتاعته. واطلع لكم بقى الليمون بعد ما استوى، تاكلوه بقى جنب جبنة، جنب فول، جنب طعمية، يفتح نفسكم. وألف هنا وشفا.